ازيكم؟ النهاردة هستعرض معاكم اهم 10 افكار بعملهم في مطبخي بيساعدوني جدا على التنظيم والترتيب والتخلص من الكركبة والزحمة. اول حاجة صفاية الحوض، واللي اتسألت عنها في الفيديوهات بتاعتي اللي فاتت، هي مهمة ولا لا على الحوض؟ طبعا هي من احلى الحاجات اللي ممكن تستخدميها في مطبخك. بتلملك المواعين كلها وانتي بتغسلي المواعين وبتصفيها كويس جدا، وبتحافظ كمان على نظافة الرخامة والحوض، وبتخلي لك المنظر مرتب حتى لو كان عندك مواعين كتير غسلها. كمان من الحاجات المهمة جدا هي اللي هو بتاع الصابون دوت، مهم جدا علشان تحطي فيه الليفة بتاعتك. كمان الفكرة التانية، الهاند بلندر والملحقات بتاعة الكيتشن ماشين والحاجات اللي هي الصغيرة ديت، مهم جدا جدا ان احنا نحافظ على نظافتها، ده اولا. وثانيا انا بحتفظ بيهم كده في باسكت كده بلم فيه كل الملحقات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. وفي كل مرة بستخدمهم لو عندي وقت، يعني بمسكهم كده لمعهم تلميعة كده سريعة بالفوطة، وبحط كده الملحقات كلها مع بعضها وبحطهم في ضرفة المطبخ. ده بيساعدني جدا ان انا كل ما اجي اعمل اكل او اعمل اي حاجة، على ان انا الاقي الحاجة بتاعتي بسهولة وتكون كمان نظيفة، والعمر الافتراضي بتاعها بيكون طبعا اطول. برتب كده كل حاجة مع بعضها، وبهتم زي ما قلت لكم بالنظافة بتاعتهم علشان يبقوا نضاف كده وكويسين. بحط كده كله مع بعضه في الباسكت زي ما شفتوا، بركب كده الملحقات وهحطهم بقى في ضرفة المطبخ. لما احتاج استعملهم بجيبهم كده بالباسكت زي ما هما وبستعملهم. الفكرة التالتة، وهي هي فكرة ترتيب وتنظيم وتوفير ويعني فكرة كده 3 في 1. انا بحط المسحوق بتاعي مش بسيبه في الكيس كده، حتى لو جايبه اللي هو الاكياس العادي برضو بحطه، بحتفظ بيه. الاكياس اللي هي الفرداني دي بحتفظ بيها برضو في علبه كده، بجيب علبه كده صغيره وبفضي كده فيها المسحوق بتاعي زي ما شفتوا على قد المسحوق. يعني انا كنت جايبه علبه كبيره، لقيتها كبيره قوي على المسحوق اللي انا بجيبه، رحت مصغره العلبه. الفكرة التانية اللي داخل الفكرة الأولانية هي اني بجيب مسحوق كده بودر سايب، بيكون حلو برضو بينضف، بس النظافة بتاعته مش قوي. بحط ده على ده علشان الكمية بتاعتي تزيد، وفي نفس الوقت يوفر معايا شوية في المسحوق، لان الغسالات اللي هي الفوق اوتوماتيك دي بتاخد مسحوق كتير، بتكوني عايزة تحط لها مسحوق كتير. بحط ده على ده، يعني ده مثلا حوالي 1.5 كيلو، بحط عليه نص كيلو من المسحوق البودر، وبقلب كده زي ما انتوا شايفين ده مع ده. وبحط كده المهم ان انت المهم جدا ان انت تقلبيه علشان كله يختلط مع بعضه، ما تلاقيش نفسك بتحطي من ده لوحده ومن ده لوحده. بقلب كده بظهر المعلقة، وبحط معاه المكيال بتاعي وبغطيه، وبحطه جنب الغسالة عندي او بحطه في ضرفة المنظفات، وبيكون كده مرتب كده وشكله حلو، وفي نفس الوقت بيوفر معايا جدا احلى ما بحط بالكيس. دي فكرة سهلة جدا وموفرة كمان. الفكرة بقى اللي بعد كده، وهي اني بجيب السلك اللي هو اللي انا بستخدمه في المواعين دوت، وبدل ما انا بسيبه كده رول على بعضه وبيعورني كل ما اجي اخد منه، وبيكون طبعا بينزل بودر كده مش حلو، بفرد كده كيس على الرخامة عندي، وببتدي ان انا اقطعه كده زي ما انتوا شايفين بالمقص، قطعة كده صغيرة على قد الاستعمال. انا بقطع قطع صغيرة وقطع كبيرة، لان احيانا بحتاج قطعة صغيرة قوي، واحيانا كمان بحتاج قطعة كبيرة بيكون هغسل بيها حاجات كبيرة. بضطر ان انا افضل اقطع كده كل شوية من الرول، لا كده احلى. بجيب شنطة كده وببتدي ان انا اعمل كده القطع الصغيرة دي، يعني اعملها كده على بعضها، المها واحطها كده في الشنطة زي ما انتوا شايفين، وبحتفظ بقى بيها. بتكون سهلة جدا في الاستعمال زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. وبحط بقى بلم الكيس دوت علشان البودر ده ما يقعش على الرخامة ويبهدل لي الدنيا. وبحط كده الكيس بتاعي في العلبة بتاعة المنظفات اللي انا عاملاها. ده بيسهل عليا جدا جدا. الفكرة اللي بعد كده، وهي الباسكت اللي بيتعلق في المطبخ دوت، ده ما استغناش عنه ابدا. دايما اقشر فيه والم فيه الفتافيت من على الرخامة، اقشر فيه الخضار، انضف فيه الخضار وانا واقفة كده، اعمل فيه حاجات كتير جدا. من اكتر الحاجات المهمة والقطع المهمة اللي لازم تكون في مطبخك، ولازم تعمل يعني تركبيها في مطبخك ويعني تقتنيها. ومهم جدا، مش مجرد شكله وخلاص. بنضف كده في الخضار وبعمل فيه كل حاجة. من الحاجات المهمة جدا لو انت عروسة، لو هتجيبيها في جهازك.
الفكرة اللي بعد كده وهي كلنا بنجيب الرز اللي هو الشكارة ال5 كيلو او حتى الكيلوهات اللي هي اللي لوحدها. انا بحب قوي ان انا احتفظ كده بالرز سواء سايب او اكياس او شكارة زي كده، بحب احطه في علبة، وده بيسهل عليا قوي وانا بطبخ، وكمان بيخلي لي شكل المطبخ عندي مرتب. ان انا بحط العلبة كده بتكون ملمومة، بفضي كده الرز بتاعي زي ما انتوا شايفين، وهجيب له بقى زي مكيال كده او كوبايه، تكوني انتي عارفه الكوبايه دي بتاخد قد ايه، او تكوني عملتي بيها قبل كده وعرفتي ان الكميه دي بتكفيكوا. بسوي الرز كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وبجيب الكوبايه وبحطها. انا مثلا عارفه ان كوبايه ونص من الكوبايه دي بتكفينا مثلا افراد اسرتي، فده بيبقى سهل بالنسبه لي، وطريقته كده حلوه ومنظمه ومنمقه ونظافه طبعا في المطبخ، وبتبقى حاجه كويسه. احط كده العلبة في المطبخ، وهتوفر معايا في مساحة التخزين كمان، وهتوفر معايا كده في الوقت والمجهود وفي كل حاجة. النظام والترتيب يا جماعة من احلى الحاجات. الفكرة اللي بعد كده وهي البوكس ده او الباسكت ده، انا كنت جايباه حلو قوي، من الحاجات اللي فعلا هتسهل عليكي النظام والترتيب جدا في المطبخ. انا بحط فيه كده اكياس البيكنج باودر والفانيليا والخميره والصلصه، اكياس الصلصه، اللي هي الاكياس الخلطات بتاعه الاكل، التوابل، الحاجات اللي هي الاكياس اللي احنا ما بيكونش ليها مكان عندنا دي. الخلطات بقى بتاعه الاكل، الحاجات اللي باقيه احيانا مش بنستخدم الكيس كله، بيتدلق في الدرج، فبيكون حاجه مش حلوه خالص. طبعا من اكتر الاختيارات اللي هتبقى حلوة معاكي تلملك كده كل الزحمة اللي بتبقى في الدرج، وكمان القفل اللي هو بيتقفل بيه الاكياس دوت برضو من الحاجات الحلوة. خليها دايما عندك، هاتيها كده من المكتبة، وخليها كده شوية عندك في كيس تقفلي بيهم الاكياس. في ناس بتقفل بمشبك الغسيل، فده يعني بيبقى شغال برضو، يعني انت كست بيت تتصرفي بأي حاجة عندك موجودة هتنفع. برص كده فيه الاكياس، وكمان بحط فيه الجزء الطويل ده، بحط بقى مثلا باقي باكو شاي، بحط البسكوتات بتاعه الفطار، بحط شوكولاتات، بحط الحاجات اللي هي الموجوده اللي احنا بنبقى رامينها في الدرج كده عندنا، وبنبقى مش لاقيين لها مكان. كمان البرطمان دوت برص كده فيه الماجي، الحاجات اللي هي برضو الصغيرة كده عندي. انا طبعا ما بقيتش استخدم ماجي قوي عشان مقاطعة، بس ان شاء الله اشوف بديل ليها واستخدمه. بحط بقى كده البوكس ده في الدرج زي ما انتوا شايفين كده، بصوا قد ايه منظم ومخلي الدنيا نظيفة. كمان استخدام المنظمات بتاعة المكرونات واللسان عصفور والحاجات دي من احلى الحاجات برضو اللي بتنظم الدنيا، احلى كتير من الاكياس، وان انتي ترصي الاكياس في الدرج والكلام دوت. وكمان الليبل بتاع اللي هو الحاجات ديت بيسهل عليكي لو ضرفة المطبخ عندك عالية او ضيقة، بترصي الحاجات كده عينك بتبقى شايفة كل حاجة. بتجيبي كده الفاصوليا، بتجيبي المكرونة، بتجيبي، بيبقى المنظر حلو، وفي نفس الوقت منظم وشكله شيك، وبيبقى شكله حلو قوي يعني. كطريقة تنظيم من احلى الحاجات اللي ممكن تتعمل، بتخلي شكل المطبخ حلو، وكمان بتفتح نفسك كده كست بيت وكبنوتة، اي انثى بتقف في المطبخ كده بتبقى مبسوطة جدا بالمنظر. بحط كده الحاجات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبقفلها كده وبتبقى شكلها حلو. كمان توحيد الالوان مهم جدا. الفكرة اللي بعد كده وهي العلبة دي علبة مناديل، اصلا انا كنت جايباها من رنين. هي بلاستيك حلوة قوي، بتتفتح كده من تحت. انا استخدمتها في المطبخ بقى علشان احط فيها اكياس التلاجة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، بدل ما انا كنت حاطة اكياس التلاجة كده لوحدها كده في كيس يعني، وبشد منها بتتبعتر مني، خاصة ان هي ناعمة. لا، بحط كده في العلبة ديت، وبشد كده الكيس زي ما انتوا شايفين، بيبقى سهل عليا قوي. بتحطي بقى الاكياس، بتبقى سهلة جدا في السحب. الفكرة اللي بعد كده وهي اني بخصص كده درج في التربو بقى في المطبخ عندك، بتخصصيه بقى كده للفوط بتاعة المطبخ، الفوط التنشيف بتاعة المواعين، فوط اللي هي بتنشفي فيها ايدك. بتبقى حلوة قوي. بتنسقيه بقى على حسب استعمالك. بتحطي مثلا، يعني انا بحط الفوط اللي بنشف فيها ايدي في الاول كده عشان بسحب منها كتير،
بحط كمان الفوط بتاعه تنشيف المواعين لجوه شويه، علشان مش بستعملها كتير، عشان عندي صفايه، يعني لو عندي مواعين كتير بطلع منها. والفوط اللي انا بغطي بيها مثلا المعجنات او حاجه بحطها برضو في جزء لوحدها، وببقى عارفه كل فوطه استخدمها في ايه. ده بيبقى حلو جدا. لو ما عندكيش ادراج ممكن تعملي بوكس كده صغير برضو او كبير على حسب المساحة عندك، وتحطي فيه الحاجات بتاعتك كده، الفوط بتاعتك كده على حسب ايدك ما بتستعمل، وبيبقى حلو قوي، وكمان بينظم جدا المطبخ، وبيبقى الشكل منظم كده وشيك. دي كانت افكار النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منها، ويعني خدتوا كده افكار ولو بسيطة. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه